السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة كرة بيكس أينما كنتم. اليوم غادي نهضروا على واحدة من أقوى المباريات المنتظرة في كأس العالم 2026، المباراة اللي غادي تجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الاسكتلندي. هذه المباراة عندها أهمية كبيرة بزاف بالنسبة للمنتخبين، اللي أي نتيجة إيجابية غادي تقرب صاحبها من التأهل للدور الموالي. المنتخب المغربي دخل هذه البطولة بطموحات كبيرة، خصوصا بعد المستويات الرائعة التي قدمها في السنوات الأخيرة. اللاعبون المغاربة عندهم تجربة كبيرة ويعرفوا كيف يتعاملوا مع ضغط المباريات الكبرى. الجماهير المغربية كذلك تنتظر من المنتخب أن يواصل تشريف الكرة المغربية والعربية فوق أكبر مسرح كروي بالعالم. أما منتخب اسكتلندا فرغم أن الأضواء ما تكونش عليه بحال بعض المنتخبات الكبيرة، إلا أنه منتخب عنيد ومنظم ويعتمد على القوة البدنية والانضباط التكتيكي. أي فريق يستهين به يقدر يلقى راسه في ورطة كبيرة. إذا جينا نقارنوا بين المنتخبين، فالمغرب عنده أفضلية من ناحية المهارات الفردية والسرعة وصناعة الفرص، كما أن اللاعبين المنتخب المغربي متعودين على اللعب في أعلى مستويات الأوروبية، وهذا يعطي خبرة إضافية في مثل هذه المواجهات. لكن في المقابل اسكتلندا عندها أسلوب لعب مباشر وتعتمد كثير على الكرات الثابتة والالتحامات البدنية. لهذا يجب على المنتخب المغربي يكون في المركز من أول دقيقة حتى آخر ثانية. المباراة حسب رأيي الشخصي غادي تكون متوازنة في البداية، وكل منتخب غادي يحاول يدرس خصمه قبل ما يغامر هجوميا. ممكن نشوفوا بعض الحذر في الدقائق الأولى، لكن مع مرور الوقت غادي ترتفع الوتيرة وتولي الفرص أكثر. إذا استغل المغرب المساحات بشكل جيد ولعب بهدوء، المطلوب أظن أنه سيسجل هدف الأول، ومن بعد ذلك اسكتلندا غادي تضطر تخرج للهجوم بحثا عن التعادل، وهنا يمكن للمغرب يستغل المرتدات السريعة. طبعا كرة القدم ما فيهاش ضمانات وتوقعات، مجرد آراء. ممكن اسكتلندا تفاجئ الجميع وممكن مباراة تنتهي بالتعادل، لكن إذا اعتمدنا على مستوى المنتخبين والأسماء الموجودة في كل فريق في المغرب عنده حظوظ أكبر نسبيا. التوقع النهائي المغرب 2 واسكتلندا 1. مباراة صعبة ومثيرة، لكن أعتقد أن أسود الأطلس غادي ينجحوا في تحقيق الفوز وانتزاع 3 نقاط مهمة جدا في سياق التأهل. والآن جاء دوركم أنتم متابعين الأعزاء، شنو هي النتيجة اللي كتوقعوها؟ واش المغرب غادي يربح ولا اسكتلندا عندها كلمة أخرى؟ إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش إعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله حول قناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو القادم إن شاء الله عن المنتخب المغربي أو عن أي منتخب عربي في بطولة كأس العالم 2026. والسلام عليكم.